مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الحوار الخاص عن الفن التشكيلي. ضيوفي هذا اليوم الفنان التشكيلي عباس العمار، وضيفتي أيضا الفنانة التشكيلية الدكتورة صباح هادي. أهلا وسهلا بكم. بداية سيد عباس، كيف هو واقع الفن التشكيلي بشكل عام وما هو تقييمكم له الآن؟ طبعا الفن التشكيلي العراقي احنا نتحدث عنه في هذه الجلسة. الفن التشكيلي العراقي بدأ بمعاناة مريرة في سنين الحصار وغيرها. طبعا طفح الكيل عند الفنان التشكيلي عندما بدأ يشتغل على مواضيع مختلفة. صار عنده نقص بالخامات ونقص بالأفكار ونقص بكل ما يدور حوله، لأنه ما كان يعيش حياة هنيئة اللي يتمتع بها أي فنان في بقاع الأرض، فبقى يتخبط بالمدارس، ينتقل من مدرسة إلى مدرسة حتى يقدر يوظف ما يدور بفكره. خلينا أستاذ عباس ناخذ رأي الدكتورة صباح. دكتورة، ما هي أهم المعوقات الفنية والتقنية التي تقف في وجه الفن التشكيلي وهي في نفس الوقت عقبة في وجه الفن أيضا؟ نعم، حقيقة المعوقات كثيرة، وخصوصا للفنان العراقي، منها قلة التقنيات، قلة الوعي بشكل عام، لوجود ظروف معوقة كثيرة له، قلة المواد الأولية. فكثير مشاكل عانت الفنان بصراحة، عانى منها الفنان بالعراق كثير. أستاذ عباس، قلة قاعات العرض المناسبة والمكانات الفنية المتدنية قللت من شأن هذا الفن، فماذا تقول؟ الحقيقة الفنان العراقي بدأ يتعب في البحث عن قاعة تأوي لوحاته، فيبدأ يتخبط من قاعة إلى قاعة، وبصراحة ما موجودة قاعات بالسهولة يعني يعرض بها الفنان. بعد يلاقي معاناة موافقات وشغلات كثيرة تعيقه ويتعب منها. وبعدين أي فنان عراقي الآن إذا يريد يقيم معرض في سوريا يتأخر سنة، لأنه قلة القاعات وكثرة الفنانين. وتصور انه يعني القاعات هذه مو بس للفنان العراقي، فنانين سوريين، فنانين عرب. طيب استاذ عباس، انتقل الى دكتورة صباح. دكتورة، اكيد الفنان العراقي يعاني هنا في الغربة، وانتم الفنانين التشكيليين تعانون الكثير كما ذكر السيد عباس، فماذا تقولين؟ والله هي معاناة كبيرة بيعانيها الفنان التشكيلي، لأنه هو يعني شريحة من شرائح المجتمع. فمعاناته فعلا مثل ما تفضل الأستاذ عباس، يعني الجاليريات قليلة، يعني صالات العرض قليلة، والفنانين التشكيليين بكثرة ما شاء الله. كل واحد يحاول يقدم العروض الفنية اللي خاصة به بكل المجالات. بس فعلا هاي النقطة الأساسية اللي بوجهة نظري معاناة كبيرة بتشكل يعني مشكلة كبيرة بالطلبة. لأن الملحق الثقافي هو متعين من وزارة التعليم العالي، ولا يوجد ممثل للمثقفين العراقيين والفنانين العراقيين من وزارة الثقافة. طيب شنو الضير أن يعينون فد موظف من وزارة الثقافة؟ وزارة الثقافة شو تعمل هسه؟ ما تعمل فشي لصالح الفنان والمثقف العراقي. لكن الوزير وعدنا خير، ووعد يا ريت والله يا ريت انه يحل مشاكل من خلال برنامجكم هذا. يا ريت، وانا ناشد الوزير يعني شخصيا، يعني خليه يتعرف على الواقع المرير اللي يمر به المثقف العراقي والفنان. ليش نرتمي باحضان الغير؟ أكيد أستاذ عباس، وإن شاء الله هذه مشكلتكم تصل إلى السادة المسؤولين إن شاء الله. خلينا نشوف هذا اللقاء اللي وضحه السيد وزير الثقافة العراقية للفنانين العراقيين هنا في سوريا.